قبل ما فرويد يكتب أول كتاب في علم النفس، كانت جداتي كدير لينا جلسات علاج جماعي فوق السطح. الأدوات ديالها براد ديال اتاي وثلاثة ديال الكلمات: أنا بصيرة ومرحبا بك في جامعة جداتي. اليوم غادي نحلو الشفرة ديال 4 الأمثال المغربية. غادي تكتشف أن الدارجة ديالنا ماشي غير هضرة، هذه خوارزميات نفسية عمرها 12 قرن. وجد واحد الورقة والستيلو حيت غادي ندير لك اختبار صغير وسط الفيديو. واجي معايا نقول لك المثل الاول: اللي فاتك بليله فاتك بحيله. وتخيل معايا جوج شوافريه جداد، واحد داز من طريق كامله حفاري البارح، وصل معذب ومزروب وموسخ. الثاني غادي يدوز منها اليوم. شكون غادي يوصل بسرعه واناقه في نظرك؟ بيان سير الثاني، حيت الاول صيفط ليه لوكاليزاسيون على الواتساب وقال لي رد بالك كاينه حفره هنا، دودان هنا، حبس هنا ونقص السرعه هنا. الليله ديال الاول هي الحيله ديال الثاني. العلم كيسميه تاثير الخبره التراكميه. في جامعة MIT دارت تجربة على الطيارين. الطيار اللي طاح في محاكاة المرة الأولى الأداء ديالو كيطلع ب40% في المحاكاة الثانية. الدماغ ما كينساش الألم، كيخزنو كداتا باش يحميك في المستقبل. والقصة اللي غتصدمك هي ديال إيلون ماسك. خسر 180 مليون دولار في 3 ديال الشركات: تسلا وباي بال وسبيس اكس. كان على حافة الإفلاس. هذه هي الليلة ديالو. الحيلة اللي خرج بها تعلم أن الصاروخ مخصوش يكون غالي، وصنع فالكون 1 ب10% من الثمن. دابا هو أغنى رجل في العالم. والدرس ديال جداتي زائد الاختبار اللي قلت لك في الأول: شد ستيلو وكتب أكبر فشل درتيه في حياتك. دابا سول راسك: شنو هي الحيلة اللي عطاها لك هاد الفشل؟ شنو تعلمتي؟ الا لقيتي الجواب راه الليله ديالك ما دازتش خساره. ما تقولش علاش هو سبقني، قول شنو هي الليله اللي ما دوزتهاش انا. والمثل الثاني كيقول: موت يا حمار حتى ينبت الربيع. هذه ماشي نكته، هذا تشخيص طبي ديال مرض قاتل سميتو التسويف. تخيل الحمار هو انت في المستقبل، والربيع هو الحياه اللي كتحلم بها. كل نهار كتقول غدا نبدا الرياضه، غدا نبدا المشروع، غدا نتصالح مع صاحبي. راك كتعطي الحمار ديالك غير الوعود، والوعود ما فيها لا مال ربيع. الحمار كيموت بالجوع، والربيع ديالك كيبقى حلم. والعلم كيقول: الدماغ فيه جوج ديال الأنظمة: النظام الحوفي وقشرة الفص الجبهي. النظام الحوفي حيواني، كيبغي المتعة دابا، يقدر يقول لك نوض تفرج في التيك توك، بقى طالع نازل. وقشرة الفص الجبهي إنسانية، كتخطط للمستقبل، قرا دابا باش تنجح من بعد. التسويف هو منين الحيوان اللي لداخل كيربح الإنسان. تجربة دارتها جامعة شيكاغو، عطاو الناس 100 دولار دابا ولا 110 دولار السيمانة الجاية. 74% اختاروا 100 دولار دابا، خسروا 10% من فلوسهم باش ياخدوا جرعة دوبامين دابا. هذا هو موت يا حمار في المختبر. وعندنا قصة واقعية: الكاتب فيكتور هوغو وقع واحد العقد مع واحد الناشر باش يكتب رواية سميتها أحدب نوتردام. الناشر عيا ما يصبر. شنو دار هوغو؟ جمع كاع حوايجو وحبس راسو في بيت عريان، وعطى الخادم حوايجو كاملين وقال لي ما تردهم لي حتى نسالي. برد ولكن كتب. علاش؟ حيت قتل الحمار ديال التسويف بالبرد، ما خلى ليه حتى اختيار. والحمار ديالك شنو كيتسنى؟ الربيع ديال الجسم مثالي، الربيع ديال الفلوس، ديال الحياة الصالحة مع الله عز وجل. تحدي ديرو دابا صاحبي، دير غير 5 دقائق ولا 10 دقائق، ما ديرش ساعة وما ديرش ساعتين. خرج تجري شوية، كتب سطر، صلي ركعة، مسح نمرة. عطيه دابا الربيع باش ما يموتش. المثل الثالث: ما يحك لك غير ظفرك وما يبكي لك غير شفرك. هذه اخطر جمله في الدارجه المغربيه، وحنينه في نفس الوقت. الناس كتفهمها ما كاين اللي وقف معاك. لا صاحبي، جداتي كانت كتقول: منين كتهز ظفرك وتحك راسك راك وليتي حر. والعلم كيسميه المسؤوليه الجذريه. عالم النفس مارتن سليغمان اكتشف مرض سميتو العجز المكتسب. منين كتعطي التحكم ديالك للظروف والناس، الدماغ ديالك كيتعلم العجز كيستسلم، حتى منين كتكون الظروف متاحه والبيبان كامله محلوله. وفي هذا السياق داروا تجربه صغيره: حطوا فار في قفز وكهربوه. في الاول كان كينقز، منين سدوا عليه في القفص تعلم ان راه ما يقدرش يهرب. منين حلوا القفص من بعد بقى لاصق في بلاصتو كيتكهرب. علاش؟ حيت تعلم العجز. والصدمه ان نيلسون مانديلا 27 عام هو محبوس في الحبس، في زنزانه جميترو على جميترو. ما قالش راه العنصريين حرموني، قالهم يتحكمون في جسدي ولكن انا اتحكم في عقلي. تحكم في عقلك يا صاحبي. كان كيدير رياضه، كيقرا، كيخطط. ظفرك هو عقلك وشفرك هو قلبك. منين هزمهم حكم دوله كامله من بعد. والدرس اللي غنستافدو من جداتي هي غادي نسول راسي: فين في حياتي الحاجه اللي كنتسنى الناس تحك ليا؟ واش الفلوس؟ واش الخدمه؟ واش الحب؟ واش التقدير؟
الخبر الصادم من هادشي كامل ما غادي يجي حتى واحد، والخبر الزوين منين كتبدا تحك بظفرك الحكه كتحبس والقوه كتبدا. واجي نختمو بالمثال الرابع اللي ما عنده سيدو عنده لاله. هذه الناس كتفهمها غلط، كيقولوا ضروري تكون عبد لشي واحد. لا لا لا، جداتي راه كانت فيلسوفه. المعنى الحقيقي الانسان ضروري ما يحترم القانون كبر منه. الا ما احترمتي سيدك اللي هو الله، المبادئ، الضمير، غادي تولي عبد لك اللي هي الشهوه والفلوس وكلام الناس. العلم كيسميها التسلسل الهرمي للقيم. عالم النفس جوردان بيترسون كيقول الدماغ ديال الانسان ما كيقدرش يعيش بلا اله. الا ما عبدتي الله غادي تعبد الخدمه، الا ما عبدتي الخدمه غادي تعبد المظهر ديالك. ضروري تكون عبد عند سيدك. السؤال هو واش اختاريتي سيدك ولا خليتي الغريزه هي تختاروا ليك. واجي مع هاد القصه في السياق. الملاكم محمد علي كلاي العالم كامل كان كيسجد ليه، الفلوس، الشهره، القوه، ولكن سيدو كان هو المبدا. رفض يمشي للحرب ديال الفيتنام وقال ما عندي حتى مشكل مع الفيت كونغ. خسر اللقب، خسر 3 سنين من عمره، خسر الملايين، ولكن ربح لاله، ربح راسه، ولا اسطوره اخلاقيه ماشي غير رياضيه. اختار سيدو على لاله ديال الفلوس. الخلاصه ديال جامعه جداتي 4 ديال الامثال. 4 ديال السوفتوير لعقلك اللي فاتك بليله. سوفتوير تحويل الفشل لداتا. موت يا حمار، انت فيروس ضد التسويف. ما يحك لك غير ظفرك. تفعيل وضع المسؤوليه الكامله. اللي ما عنده سيدو جدار حمايه ضد عبوديه الشهوات. هذه راه ماشي غير هضره، هذا راه نظام تشغيل مغربي عمره 12 قرن، مجانا بالدارجه وفي الكوزينه. قبل ما يولي الكوتشينغ موضه كان عندنا الكلام الموزون. انا راه بصيره، اختار مثال واحد من اللي قلناهم وعيش بيه 7 ايام، واجي اكتب لينا في التعليقات شنو تبدل في حياتك. تبارك الله عليك. الى وصلتي لهنا راك دابا من الناس اللي فاقوا. سير حك بظفرك وما تنساش المتابعه.